فوازير أكلة مفنونة. يا مساء الفل، جيت لكم أنا مونيكا ميشيل ومعايا فزورة جديدة. بس قبلها هنعرف حل طبق امبارح، والحل هو فيلم سمك لبن تمر هندي. والآن هنكشف طبق النهاردة، طبقنا الطازة اللي جواه أكلة مفنونة. النظرة ليه تدي للقلب راحة، جماله طبيعي ودايما ريحته فواحة، والتانية طعمها يفرح رغم أصله المر. كانت حبة قاسية وبقت سحر، بين زينة وفراج الحكاية بتبان. قاسية بس فيها حنية كمان، من كلمتين والواو في النص ظاهر. لو جمعت الطعم والرقة هتوصل للاسم من غير معافرة. وسيبنا دلوقتي الفزورة المفنونة على جنب، وهنروح نعرف عن الأكلة معلومة. الأولى هتخلينا نروح لليابان، وهناك هيقولولك إنهم اكتشفوا إنك لما تشمها هتحس فجأة باسترخاء وراحة، حتى لو كنت قبلها متوتر، لأنها بتشتغل على الجهاز العصبي وكأنك أخدت مهدئ، وفجأة هتظبط ضربات قلبك، وفي وقت قصير جدا من 5 ل10 ثواني وبس هتلاقي نفسك بقيت كويس ورايق. والتانية هاخدك ونروح للمكسيك زمان قوي، بس لو فكرت واحنا بنتمشى تشتري اي حاجة وتدفع فلوس ما تستغربش لما تلاقيهم مش فاهمينك، علشان اللي كانوا بيستخدموه ساعتها حبات منها كأنها عملة، ومش اي عملة، لأ دي عدت قيمة الذهب بمراحل، وخصوصا في معاملاتهم اليومية. وما وقفوش لحد هنا، دول بقوا يزوروها. ازاي؟ بيمسكوا الحبة الواحدة منها ويفرغوها كويس قوي ويملوها بالطين علشان ما تبانش، ما هي نفس اللون بقى. ها، عرفت ايه هي الأكلة؟ طيب وصلت لحل الفزورة؟ اكتب تحت في الكومنتس. وهنا متهيألي شبعنا خلاص، وهنشيل طبق النهاردة. كنت معاكم مونيكا ميشيل على مونيكروفون، واستنى بكرة 7:30 بالظبط هاجي ومعايا حل الفزورة، وكمان هنلعب سوا بفزورة جديدة من فوازير أكلة مفنونة بالفن معجونة. حلتها؟ طب استنى هتتسلى، لسه كتير فوازير أكلة مفنونة.